كاينين الناس كيظنوا بلي موت القلب كيجي فجأة، ولكن الحقيقة هي العكس. القلب ما كيموتش مرة واحدة، كيموت بشوية كل نهار بلا ما نحسو. كتكون عايش حياتك عادي، كتضحك كتخدم، ولكن داخليا كتحس بفراغ، راسك ثقيل وما عارفش علاش. اليوم غادي نهضروا على 3 ديال الحوايج خطيرين كيضعفوا القلب وكيبعدوك على الراحة والطمأنينة، وانت ممكن انك ديرهم يوميا بلا ما تشعر. نبداو في الحاجة الأولى، الذنوب الصغيرة اللي كنحقروها. بزاف ديال الناس كيقولوا غير حاجة بسيطة ماشي مشكل، ولكن المشكل ماشي في الكبير، المشكل راه في الصغير اللي كيتعاود كل نهار. نظرة حرام، كلمة خايبة، تضييع الوقت، كل مرة كيبقى أثر صغير في القلب حتى كيولي ثقيل. القلب راه ماشي راه القلب بحال المراية، كل ذنب ولو صغير كيخلي فيه نقطة سوداء، ومع الوقت ما كتبقاش كتعكس لك النور اللي خلقنا به الله. الحاجة الثانية، الغفلة والزحمة ديال الدنيا. نهار كامل وحنا مع الهاتف، السوشيال ميديا، مشاكل، العقل ديما خدام ولكن الروح خاوي. كتلقى راسك كتقلب على الراحة في كل شيء وما كتلقاهاش، حيت القلب كيحتاج لحظات هدوء وذكر وتفكر وقرب من الله. المشكل ماشي انك مشغول، المشكل انك ناسي علاش كتعيش اصلا. الحاجة الثالثة، تسويف في التغيير. كتقول غادي نبدا وغادي نبدل حياتي من بعد رمضان، من بعد واحد شوية الوقت، غدا، السيمانة الجاية، لا غير تقاد الأوضاع شوية، لا غير نبدل هاد البلاصة هادي راه ما خدامش ليا. ولكن هذا من بعد كتولي عمر كامل. أخطر حاجة ماشي الدم، أخطر حاجة هي أنك تتعود تبقى في بلاصتك، حيت الشيطان راه ما كيقولش ليك ما تبدلش، كيقول لك غير ماشي دابا. الناس كيصحاب اليوم واش خاصهم يكونوا كاملين باش يرجعوا لله، ولكن الحقيقة هي العكس، كتقرب لله باش تولي حسن. ما خاصكش تكون مثالي، وإنما خاص غير تكون صادق. ودابا نتكلموا كيفاش تقدروا نديروا توبة، واحد التوبة صادقة. وقف لحظة مع راسك بوحدك، قل يا ربي غلطت ولكن بغيت نرجع. ندم بقلبك ماشي غير بكلامك، قرر تحاول ما ترجعش لنفس الخطأ. التوبة ماشي نهاية، هي بداية جديدة. واحد الحاجة اللي كيغفلوا عليها بزاف ديال الناس وكيستهانوا بالتأثير ديالها هي الذكر اليومي. غذاء القلب، كما الجسد كيحتاج الماكلة، القلب كيحتاج الذكر. مخصهاش تكون حاجة صعيبة. استغفر الله وانت ماشي في الطريق، انت خدام، ديما الانسان ديالك يكون كيتحرك ديما. وكون اكيد انا القلب ملي كيتذكر الله كيهدى، حتى الا كانت الدنيا كلها مقلوبة. واحد المشكل اخر كيعانيو منه الناس هو انه كيصلي ولكن ما كيلقاش التأثير ديال الصلاة. علاش نظرك السبب؟ المشكلة ماشي في عدد الصلوات اللي كتصلي، المشكل اننا واش كنصليو بحضور القلب ولا لا. حاول تجرب قبل واحد الصلاة، خذ واحد النفس عميق، حبس التفكير في مشاكل الدنيا، ركز على كل كلمة كتقولها في الصلاة ديالك وغادي تشوف التغيير. نقص الضوضاء من الحياة ديالك لأنها سم للقلب. هاتف، فيديوهات، ريلز، توك، انستغرام، أخبار، العقل ديما مشغول والقلب ما كيلقاش وقت يرتاح. جرب ساعة بلا هاتف في اليوم، جلسة هدوء بلا موسيقى بلا ضجيج، تفكر في حياتك وفين غاديه. هاد الصمت هو اللي كيخلي القلب يسمع راسو من جديد.
حاول تقلب على الصحبة الصالحة، لأن عندها واحد التأثير ما غاديش يعرفو غير اللي كان في الضلال ورجع لطريق الله بسببها، هي الصحبة الصالحة. يحتاج القلب كيتأثر بسرعة بالناس اللي حداه، خصوصا اللي كانوا دوك الناس يعني ديك الصحبة الصالحة عندك معها علاقة، يعني عزازين عليك، عندهم واحد المكانة في القلب ديالك، كتلقاهم صالحين القلب كيتأثر بسرعة. وعكس إذا كانوا ناس سلبيين غادي تضعف، ممكن تكون أكفس منه من بعد. حاول تفادى واحد المشكل صغير ولا كبير فاش كتبغي تبدل كتقول صافي غنتبدل، الشيطان كيتدخل تما كيعتبر خطر، كيتدخل. شنو كيقول لك لا خاص تبدل كلشي مره واحده. فاش انت كيقول لك هاد الهضره هادي العقل ديالك كيشوفها كبيره بزاف، واحد الطاريت اللي هو كبير هذا خاصو خدمه عنيد، بالتالي اش كيدير صافي دابا راه الشيطان دار الدور ديالو، عطاك واحد الوسوسه ومشار العقل كيكمل خدمته، النفس ولا النفس الاماره بالسوء الى اخره كتكمل الخدمه ديالها. ملي كتشوف واحد هدف كبير تما فين كيبدا التسويف، بمعنى كيقول لك بلاتي كيبدا يحس فيك، لانه اش عطيتيه خليتي انا الشيطان فاش وسوس لك انك خصك تبدل كلشي مره واحده اكسبتي داكشي. وانما التغيير راه ما كيدارش مره واحده الا من رحم رب. تقدر تحس ان قلبك بعيد، ولكن راه ما كاين حتى قلب ما يقدرش ينور. ما تنساش وتسناش الاحساس يجي، بدا بفعل والاحساس غادي يلحقك. الرجوع لله ماشي طريق صعيب، هو غير خطوه صادقه ورحمه كبيره من الله. يمكن هذه اللحظه اللي كتسمع فيها دابا هي البدايه جديده